عسلامة ومرحبا بكم اليوم إن شاء الله باش نعملو شوربة الشعير على طريقة تونسية. أول حاجة نعملوها نجيبو كسرونة هكا فارغة نحطوها على النار بالطبيعة، ونحطو فيها نصبو فيها زيت قدر كيس زيت زيتونة، ميكونش كيس معناها قدر كيس صغير والا نفس كيس صغير كبير، معناها تقريبا 3 مغارف كبار زيت زيتونة. بصلة صغيرة نقصوها جويدة على الآخر ونقليوها في الزيت. من جهة أخرى كنت حضرت اللحم نتاع علوش، لحم خروف، قصيتو طروف جويدة على الآخر كيما قاعدين طروف مش جويدة على الآخر معناها طروف جويدة متوسطة هكا تهز بالمغرفة باش نجمو ناكلوها مع الشوربة مع السوب، وحطيتها تاخد هكا تحميرة صغيرة مع البصل. نحاولو نحركو ديما نقلبو هكا باش ما تحرقش. قليت توا شوية بالكدا هكا باش نجيب معدنوس من غير ما نقص معدنوس وقزبر نغسلناهم بالطبيعة بالكدا نحينا الجذوع متاعهم هذوكم خلينا جست الورق ومن غير ما نقصهم خاطر من بعد كي باش يطيب بطبيعته باش يتنحى يمشي كل طرف وحدها، ونرميه مع المعدنوس والبصل. ما ننساوش ديما نخلطو باش المواد الكل تدخل في بعضها. جبت مغرفة متوسطة طماطم معجونة لخاطر عندي طماطم هكا معصورة، طماطم تسمى فريشكا رحيتها ومطيبتها في الدار، حطيت 3 مغارف كبار كيف ما قلت لكم ديما نخلطو باش المواد الكل تدخل في بعضها. نفس زدت نصف مغرفة صغيرة كركم، مغرفة متوسطة تاع فلفل أحمر مرحي مجفف، ونفس مغرفة صغيرة توابل مشكلة نقولو احنا راس حانوت، ونخلطو الكل مع بعضو باش اللحم يشرب الريحة البنينة والمطعم البنين تاع التوابل هذيك الكل. شوف شكلها مازلنا ما صبيناهاش الماء، شوف منظرها ما شاء الله يشهي. قليو شويه بالكدا بالكدا توا باش نقولكم على السر نتاع تطيب الشوربه. توا باش نجيب انا عندي شوربه فريك نشريها هكا موجوده في فرنسا، هذه تبدا الشوربه اللي خضره من داخل شوربه الشعير، عبيت كاس هكا وصبيته قبل ما نصب الماء ونخليك الشوربة تشرب الزيت اللي موجود في الطنجرة الكل، وفي نفس الوقت معناها تتشرب الزيوت والحوارات الفحات الكل، ونخليوها تتقلى بالكدا. اخسر الطنجرة متاعي ما فيهاش زيت بالكل، لا متاع اللحم ولا متاع زيت زيتونة اللي صبيته. اخزروا شوفوا الشوربة متاع الشعير شربت كل شيء.
بالطبيعة جبنا ما مغلي، ما يكونش ما بارد، ما نصبوش عليها ما بارد، راهي كأن ما عملنا شي، كأن صابين نلعب، كأن معناها المطعم الباهي الكل يمشي بالماء البارد. ديما نقول لكم أمرقوا بالماء سخون، ماذا بيكم يكون ماء يغلي باش اللحم كي يبدا في الماء تصب عليه ماء يغلي في ساعة يتلم على المطعم البنين اللي شربوه. توا باش نحط شوية ملح، الملح ديما نقول لكم حسب الرغبة. وشوف هكا منظرها يشهي كيف ما قاعدين تراو، وسهلة ما تاخوش ورشة وقت، في ساعة تحضر. توا نغطيوها ونخليوها تطيب على راحتها، تاخذ تقريبا ما بين 30 و40 دقيقة وتكون طايبة، وتاكلوا بالصحة والهناء. بالسلامة.